حكيم زياش وابراهيم دياز، شنو وقع بيناتهم؟ حكيم زياش القائد ديال المنتخب الوطني المغربي، اللاعب المحترف والعزيز على المغاربه كاملين، واللاعب اللي عنده اضافه الفريق الوطني المغربي. نهار غاب علينا في كاس افريقيا شفتوا شنو طرا لينا، واللاعب اللي عزيز على الشعب المغربي واللي تقاتل معاه واللي وقف جنبه ملي كان عنده الخلاف مع وحيد خليلوزيتش باش يرجع لبلاصتو. لاعب محترف بعقليه كبيره، جاور الاساطير ديال كره القدم في الدوريات الاوروبيه، ومتواضع مع الناس زوينين، هادشي اللي كيبان لينا في مواقع التواصل الاجتماعي. زياش اللي ضحوكي وعزيز عليه تقشاب مع صحابه اللي معاه في الفريق. اما ابراهيم دياز فهو ايضا لاعب نجم ودخل قلوب المغاربه كاملين فاش فضل يلعب مع المنتخب الوطني المغربي عوض اسبانيا. اللاعب الخطير ديال ريال مدريد اللي كتعول عليه في اغلبيه الماتشات كحل فردي لاختراق الدفاعات وانقاذ الفريق. مؤخرا خرجت اخبار كتقول على انه مع علاقه متوتره مع حكيم زياش، او بالاحرى انهم مقروسين مع بعضياتهم. لكن الحمد لله خرج وليد ركراكي براسو ونفى هذا الخبر هذا في الندوه الصحفيه الاخرى اللي دار، وقال باللي اللاعبين الكبار كيكبروا باللاعبين الكبار، وحكيم وزياش هما اللي دخلوا دياز في اجواء الفريق، الحاجه اللي كتبين الحب اللي بيناتهم. ختاما ابراهيم دياز كيعيش اجواء جميله مع المنتخب الوطني المغربي، غير بعض الصحافه الله يهديهم هما اللي كيبقاو يقولوا بحال هاد الاشاعات.